ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده هي بدون اي شك اكتر حلقه طلبت مني من ساعه ما بدات التحدي ده. زي ما انتم عارفين التحدي هو ان انا بنزل كل يوم فيديو على القناه من افكار فيديوهات بتقولها لي تحت في الكومنتات، ونشوف بعد نهايه المده دي اللي هي ال 100 يوم وصلنا لكام مشترك على القناه. اهو بقى موضوع امبابي وريال مدريد ده بتسال عنه في كل فيديو على انستجرام، على تيك توك، على يوتيوب، على اي حته بنزل فيها فيديوهات. فطالما هي حلقه منتظره قوي كده انا عشمان فيكم تظبطوني قوي 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 في اللايكات النهارده. زي ما انتم عارفين احنا بننزل كل يوم فيديو، فانا ملتزم معاكم. النهارده اليوم الكام؟ النهارده اليوم ال 17 في التحدي. السبسكرايبرز بيزيدوا، الافريج فيوز بتزيد، كل حاجه عماله تزيد. الكومنتات بتاعتكم افكار فيديوهات جايه اكتبوها لي تحت في الكومنتات. اي حاجه عايزين تشوفوها لي قولها لي تحت. وزي ما قلت لك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وكالعاده بقول دايما اسم الكومنت الشخص اللي انا اخترته وبعمل الحلقه دي عشانه، بس هو الشخص ده انا مش عارف اقول اسمه، بس هو اخره انتوا هتشوفوا الكومنت دلوقتي قدامكم اخره مكتوب مجدي 41. فتعالوا نقول مجدي وخلاص. وهو هنا بيسالني ما رايك في صفقه كيليان امبابي لريال مدريد. طبعا في حلقه النهارده عشان نكون منظمين شويه هنقسمها لخمس حتت. اول جزئيه التاثير على ريال مدريد نفسه، تاني جزئيه امبابي هيلعب فين في الملعب، تالت جزئيه المشاكل المحتمله ان هي تحصل ما بين اللعيبه، رابع جزئيه الضغط اللي هيكون على امبابي، خامس جزئيه تعامل انشيلوتي مع كل الحاجات دي. فتعالى نبدا باول جزئيه على طول وهو التاثير على ريال مدريد. بكل تاكيد ريال مدريد بيعيش في احلى فتراته غالبا. في لسه من يومين كده تقرير طلع حتى عملت عنه شورت صغيره بيقولوا ان ريال مدريد بقى اول نادي في التاريخ يقدر ان هو يجيب ايرادات او دخل في موسم واحد بس يعدي المليار يورو. فبغض النظر ان دي حقيقيه ولا لا، لان شفت بعض الكومنتات ناس بتقول لا برشلونه عملها في 2019، مش عارف، بس ما علينا. يعني النادي بيعيش فترات مميزه جدا، بيدخل له فلوس كتير، عمل الاستاد اللي كان نفسه يعمله، لسه كسبان السنه اللي فاتت تشامبيونز ليج ودوري، مستقر بشكل كبير جدا، معدل اعمار اللعيبه اللي عنده في الفريق صغير، فهو نجح بشكل كبير جدا في البروجكت بتاع احلال وتجديد اللي عملها من بعد ما كسبوا الثلاثه تشامبيونز ليج ورا بعض في 2016 2017 2018. فهو النادي اوريدي في مكانه كويس. امبابي بقى جاي، ده هياثر على النادي ازاي؟ بكل تاكيد هيساعد. يعني ما حدش بيقول الفلوس لا، مهما انت كنت ماشي بشكل كويس جدا. فكره ان لعيب زي امبابي يجي لك، ناس كتير جدا هتروح تتفرج على ماتشات ريال مدريد في الاستاد، ناس اكتر هتشتري التيشيرتات، ناس اكتر هتزور المدينه، سبونسرز اكتر، اعلانات اكتر، فدي فلوس اكتر لامبابي وريال مدريد. وزي ما بقول لك ما حدش بيقول الفلوس لا. فمن ناحيه التاثير على ريال مدريد نفسه قدوم امبابي حتى الان كله مميزات. طيب تعالى بقى ندخل على الجزئيه الثانيه جوه الملعب. امبابي هيلعب فين؟ دي حاجه بتحير ناس كتير جدا، لان انت لو قلنا مين كان النجم الاول في الشامبيونز ليج بالذات السنه اللي فاتت هنقدر نقول ان هو بكل بساطه كان فينيسيوس جونيور. اعتقد معظم الناس وبالذات جمهور ريال مدريد يتفق معايا ان في الشامبيونز ليج اكتر واحد تالق كان فينيسيوس جونيور، وفي الدوري اكتر واحد تالق كان بيلينغهام. بس ما علينا، يعني بغض النظر مين فيهم الاول مين فيهم الثاني، فينيسيوس جونيور مهم جدا في الفريق. طب امبابي بيلعب في نفس الحته، هل دي ممكن تعمل مشاكل؟ الحلو في الموضوع ان انا شفت انترفيو من قريب جدا لجون اوبي وميكال مع انشيلوتي، وكان انشيلوتي اتسال هو انت هتلاعب امبابي فين، وقال ان كده كده السنه اللي فاتت ما كانش حد يقدر يقرر او يقدر ان هو يعرف فينيسيوس جونيور ورودريجو مثلا وبيلينجهام بيلعبوا في انهي مراكز. انا بحب اعتمد على الموبيليتي او اللي هي التحرك بدون اي قيود للعيب اللي قدام بالذات، وان احيانا هتلاقي رودريجو بيبدا ناحيه اليمين بعديها بشويه تلاقيه ناحيه الشمال، نفس الكلام على فينيسيوس جونيور، نفس الكلام على بيلينجهام. ومن وجهه نظري انا لو هتوقع يعني هيبقى في اتنين في نص الملعب ايا كان هما مين، مثلا تعال نقول تشاوميني وكامافينجا، ناحيه اليمين هيلعب فالفيردي، ناحيه الشمال هيبقى ميال لها اكتر بيلينجهام، وهيبقى بعد كده بقى في اتنين قدام وهم فينيسيوس جونيور ومبابي. نفس الحاجه لعبوها في ماتشات كتير السنه اللي فاتت، بالذات في الماتشات اللي هو بيبقى عايز يامن فيها شويه، بس كان الفرق ساعتها ان كان فينيسيوس جونيور ورودريجو. المره دي يشيل رودريجو ويحط مكانه مبابي، والاثنين دول بقى يتحركوا براحتهم. ممكن في الماتشات الاسهل شويه تلاقي ان هو بيعتمد على واحد بس في نص الملعب، تعال نقول تشاوميني برده قدامه فالفيردي وبيلينجهام، ويلعب بقى 4-3-3 بحيث ان يبقى في ثلاثه قدام، مثلا مبابي في النص، فينيسيوس جونيور ناحيه الشمال، ورودريجو ناحيه اليمين، في الماتشات اللي هو عايز يهاجم او يبادر فيها اكتر. بكل تاكيد انشيلوتي لسه عنده معضله ثانيه هنتكلم عليها كمان شويه، ولكن ده المنظر اللي ممكن يستوعب امبابي في الملعب. رقم 3 المشاكل اللي ممكن تحصل. بغض النظر هل امبابي هيقدر ان هو يتالق مع النادي ولا لا، وانا شايف ان هو قادر يتالق، مش عارف ليه ممكن ما يتألقش، مش لاقي لها سبب مقنع يعني. ولكن في مشاكل تانية في اوضه اللبس ممكن تحصل. فكره ان امبابي دلوقتي بقى اكتر واحد في الفريق بياخد فلوس، صحيح مش بنفس العرض السخي اللي كان متقدم له من سنتين، الفلوس قلت بشكل كبير، ولكن ما زال هو اكتر واحد قبضا في الفريق. تاني حاجه في حاجات مشاكل كده انت ممكن تفتكرها عبيطه بس هي بتبقى موجوده. يعني مثلا مين اللي هيشوط ضربات الجزاء السنه الجايه، امبابي ولا فينيسيوس جونيور؟ لو فينيسيوس جونيور كمل يشوطهم امبابي مش هيتضايق. طب لو امبابي بدا ان هو يشوطهم فينيسيوس جونيور مش هيحس ان ده واحد جاي يغطي عليا. الايجو بقى بيدخل هنا بتفرق. طيب فكره ان في نجوم كتير جدا في الفريق، فكره ان في
اردا جولار قاعد على الدكه متالق جدا في اليورو مع تركيا. ابراهيم دياز دايما لما كان بينزل كان بيتالق. مودريتش مثلا كان السنه اللي فاتت بدا يبان عليه ان هو متضايق، ان هو بقى ليه دور ثانوي في الفريق. هل الحاجات دي كلها مش ممكن تعمل مشاكل؟ ممكن. هل لو عملت مشاكل ده هيأخر ريال مدريد وهيسببه ان هو ما يكسبش بطولات؟ بكل تاكيد. انا هنا مش بقول ان بكل تاكيد هيحصل مشاكل، انا بقول لو حصل مشاكل 100% هيأثر على الفريق سلبا، و100% متاكد ساعتها الناس كلها هتطلع تقول لك هو اصلا صفقه امبابي المفروض ما كانتش تحصل، الفريق كان اصلا بيكسب تشامبيونز ليج سنه او سنه، لا ليه رحنا جبناه وكل الكلام ده. ولو ما حصلش اي مشاكل والدنيا كانت سمنه على العسل والفريق قدر ان هو يكسب بطولات ويحقق انجازات كتير، الكل هيطلع يقول لك فلورنتينو بيريز اخذ القرار الصح انه يروح ويشتري امبابي يستاهل ان احنا نسامحه. فانا عايزك ما تبقاش من الناس دي، خد راي معين وما ترجعش تغير كلامك بعدين. ممكن تغير رايك، يعني مثلا تقول ايه انا كنت غلطان، بس تعترف انت كنت غلطان وان انت شفت ان الموضوع مثلا ما نفعش او موضوع نفع. لكن ما علينا، يعني هل في اي واحد عاقل في الدنيا ممكن يقول مستحيل يحصل مشاكل في الفرقه في قدوم امبابي؟ مستحيل طبعا، ممكن تحصل. رابع نقطه عايز اتكلم عليها النهارده هو الضغط على امبابي نفسه. انا شايف، فاكر في اول نقطه قلت لك ان التاثير على ريال مدريد تاثير ايجابي نوعا ما، لكن على امبابي انا شايف ان الضغط عليه كبير جدا. اولا هو لعيب قعدوا فتره كبيره جدا مشاكل، هل هيروح ريال مدريد ولا لا، جمهور صبر كتير، حتى لو قلنا ان باريس سامحه وفي الاخر جابه بعد اللي عمله من سنتين، لكن ما تقدرش برضه تجزم ان الجماهير كلها نسيت اللي حصل. فلو مبابي ما توفقش في الاول، وكمان دي فرقه لسه كسبانه تشامبيونز ليج، يعني من غيرك احنا في ذروه النجاح، وكمان هو الناس هتفتكر له اليورو للنسيان اللي قدمه من كام شهر، لو بدا الموسم ما انسجمش على طول، ما تالقش على طول حتى من غير مشاكل، الضغط كل شويه هيزيد عليه اكتر واكتر واكتر. وانا من حلقتين كده قلت لك في حلقه برشلونه ان الضغط في برشلونه مش زي اي حته تانية في العالم. اعتقد ان ريال مدريد قريب جدا من الضغط ده، يعني يكفي ان الجمهور ده قبل كده كان بيزوم على كريستيانو رونالدو في ماتش من الماتشات في عز كريستيانو رونالدو، فانت لازم تبقى منتلي جاهز. للامانه انا قلقان شويه من امبابي، انا حاسس ان هو اتعود على الدلع شويه في بي اس جي، يعني مش بقول ان هو ما بقاش بنفس الكواليتي، لا هو الكواليتي بتاعته يمكن زادت كمان، وانا شايف ان هو من حيث الكواليتي هينجح، بس هو برده بقاله سنتين ثلاثه كده متدلع حبتين ثلاثه في بي اس جي، واخد كل حاجه براحته، ما تحسش ان هو بيجتهد قوي في ان هو يطور من نفسه، فدي حاجه تقلق شويه. فلما يروح دلوقتي ريال مدريد ضغط اعلى، الفريق اوريدي هو رايح وهو ناجح جدا، فاللي هو ورينا بقى هتعمل ايه يا عم. هل بقى هيتاثر بالضغط ده ايجابيا ان هو يحاول يثبت نفسه اكتر واكتر، ولا بالسلب وينهار مستواه؟ ما تعرفش. النقطه الخامسه والاخيره بقى، النقطه اللي بتجمع كل الحاجات دي، للامانه يا جماعه انا نسبه تفاؤلي لصفقه امبابي ممكن تكون 90%. 90% انا شايف ان هي صفقه هتنجح، وان هو هيقدر يحقق نجاحات كتير مع الفريق، ممكن مش من اول موسم، مش من اول موسم لازم يكسب تشامبيونز ليج يعني، ولكن مثلا بعد نهايه مسيرته مع ريال مدريد، او مثلا بلاش بعد نهايه مسيرته، كمان 3 سنين اعتقد ان هو هيكون كسبان تشامبيونز ليج كمان، ده بنسبه 90%. ولكن لو انت كنت سالتني السؤال ده ومدرب تاني بيدرب ريال مدريد غير انشيلوتي، النسبه دي للامانه كانت تنزل لغايه 60% مثلا. وهو هنا ان انا حاسس ان انشيلوتي هو الرجل الافضل انه يتعامل مع كل المشاكل اللي ممكن تحصل دي. اولا الراجل عنده تراك ريكورد او سي في، يعني يقدر يثبت بيه ان هو بيتعامل بشكل كويس جدا مع النجوم. امتى اخر مره شفت الانشيلوتي مشكله كبيره؟ عارف الناس بتفتكر لما كان في بايرن وحصلت مشكله مع روبن ولا ريبيري، بس حتى المشكله دي اتلمت بسرعه، ما حصلش منها ازمه كبيره. فمن ناحيه التعامل مع مبابي نفسه انشيلوتي هيبقى شاطر فيها جدا، يقلل الضغط من عليه، يحاول ان هو يحمسه، كل الحاجات دي طبعا يكون مبابي هو نفسه عايز، بس انشيلوتي هو الرجل الافضل اللي يخلي حاجه زي كده تبقى جمهور ريال مدريد مطمن منها. الحاجه الثانيه التعامل مع فكره ان في نجوم كتير في الفريق، هو راجل درب اي سي ميلان في عزه في كميه نجوم مش طبيعيه، كاكا بقى وبيرلو وجاتوزو وشيفشينكو وكريسبو، ناس كتير، ودايما كان بيعرف يسيطر على الكوكبه دي. بالمناسبه افتكر اعتقد يعني احنا ممكن كلنا نتفق ان النسخه الافضل من فينيسيوس جونيور، النسخه الافضل من بنزيما كانوا مع انشيلوتي، فده مثلا مثال كبير جدا قد ايه الراجل ده بيعرف يتعامل مع النجوم. ايه المشكله الثانيه اللي احنا قلناها؟ ان مبابي مثلا هيلعب فين في الملعب، ده حاجه بتقلق الناس شويه. الراجل برضو عنده ريكورد فظيع في الحته دي، بيعرف يتعامل بشكل كبير جدا مع فكره ان هو يغير مركز لعيب كانت الناس مش عارفه هيلعب فين. يعني شوف اقربها بيلينجهام السنه اللي فاتت، مين كان متخيل في بدايه الموسم ان بيلينجهام ممكن يلعب فولس 9 ويبقى هداف الدوري الاسباني لحبه حلوين. يمكن الحاجه اللي هي بعيدا بقى عن صفقه مبابي واللي انا اعتقد ان هي ممكن تحصل منها شويه مشاكل السنه اللي جايه، هي فكره اردا جولار وابراهيم دياز والناس دي، هل هيرضوا ان هم يكملوا، او رودريجو كمان، هل هيرضوا ان هم يبقى ليهم ادوار ثانويه في الفريق
لفتره اطول من كده؟ ده هيبقى سؤال لفلورنتينو بريز اكتر من انشيلوتي واكتر من امبابي. هم ما لهمش دعوه. انشيلوتي هو راجل وظيفته ان هو يلعب افضل لعيبه عنده، ومبابي هو جاي من حقه ان هو ينافس، وان هو كسوبر ستار عايز يكون النجم الاكبر في الفريق، حقه، اهم حاجه يثبت ده. لكن الفكره بقى في بقيه اللعيبه اللي مش ترضى ان هي تقعد على الدكه، وده برده بالمناسبه حقهم. تعامل فلورنتينو بريز معاهم هيبقى شكله عامل ازاي؟ دي حاجه انا هبقى مهتم جدا اشوفها. ما عنديش توقع قوي في الحته دي ايه اللي ممكن يحصل، ولكن ممكن اقول ان بخبرتي مع بريز ان هو ما عندوش مشكله عاده يبيع. يعني تعال نفتكر كده اوزيل ودي ماريا باعهم في عزهم، ما كانوش مثلا في اواخر ايامهم زي كاسيميرو. فهو مع فكره البيع ما عندوش مشكله خالص، وهو راجل واثق جدا ان هو يقدر يعوض اي لعيب يمشي من النادي تاني. مش قادر اقول توقع، بس ميال اكتر ان في لعيبه ده هيبقى الموسم الاخير ليها مع ريال مدريد. عرفوني انتوا بقى رايكم تحت في الكومنتات في صفقه امبابي. قولوا لي تحت في الكومنتات افكار فيديوهات جايه تحبوا تشوفوها قريب. وما تنسوش كالعاده تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.